السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نشرح عن تطبيق اوبر. طبعا اوبر درايف هو اصلا نفسه اللي كان شركة كريم او تطبيق كريم حول على اوبر. فهسه لما تجي تفتح التطبيق راح يقول لك كريم اوبر درايفز، يعني هو مكتوب كريم ومكتوب اوبر، فشركة كريم حولت على اوبر. هسه التطبيق مثل ما تشوفون اللي مؤشر عليه هو هذا. طبعا هذا يختلف، الميزات اللي بتختلف من محافظة لمحافظة. هو نفسه اللي موجود الأوبر اللي موجود بمصر وموجود بالعراق وموجود بالإمارات وغيره، بس لكن الميزات كل دولة يختلف عن الدولة الثانية. فبالبداية لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك. طبعا راح أشرح كل التفاصيل عن أوبر، شلون نستلم من الرحلات، شلون نفتح التطبيق، القائمة شنو بيها، الأرباح، المحفظة، شلون نعبي التطبيق، وشلون نسحب الفلوس. هسه نبدي نفتح تطبيق مكتوب اوبر وكريم، لان هي شركتين سوا. طبعا بالبدايه كل يوم اول ما تفتحها راح يطلع لك هاي هنا الاحمر بالاحمر الاجراءات المطلوبه اللي لازم انت تسويها. انا هسه عندي شنو اجراء مطلوب؟ يا اما اختار وسيله النقل اللي يعني هسه لازم يقول لي تختار وسيله نقل. انت تقدر تضيف اكثر من وسيله نقل، سيارتين ثلاثه تقدر تضيفهن، بس حاليا احنا هاي الخدمه ما موجوده عندنا بالعراق، فتضيف سياره واحده. يا اما يقول لك انت مثلا اخذ سيلفي. هنا راح يقول لك هاي وسيله النقل اللي عندك، تاكد عليها، سوي تاكيد. هنا راح يبدي يشتغل عندك تطبيق بعد ما تسوي تاكيد. اوكي هسه انفتح التطبيق. شلون نضغط على هاي بالنص، الخارطه اللي بالنص، فايش راح يصير عندنا؟ راح يعني تنفتح بصوره طبيعيه او تصير الخارطه بشكل اكبر. هسه بعدها نجي نفتح التطبيق على كلمه ابدا نضغط، راح ينفتح عندنا التطبيق ونبدي نستلم رحلات. اذا كانت موجوده رحلات نستلم رحلات بصوره طبيعيه. طبعا هو يقول لك دائما انت في وضع الاتصال وجرب بحث عن مشاوير. تسحب هاي اللي فوق نفس هاي الموجوده انت في وضع اتصال، تسحبها لي فوق راح يطلع لك شنو الاقتراحات اللي موجوده، الاشعارات اللي تجيك راح تجيك من هذا الشيء. تريد تطفي من هاي مكتوبه او علامه الايد اللي موجوده، راح هسه نطفي عندنا تطبيق من خلال ضغطنا على علامه الايد. هسه رجعنا فتحناه من جديد. هاي الطريقه تقدر تطفي التطبيق والشغله من جديد. هسه نبدي بالخيارات. طبعا الخيار الاسفل على جهه اليمين نضغط عليه، عندنا بس فقط خيارين، تاكسي واكسترا. بغير محافظات اكو يمكن اعتقد اكو غير خيارات، اعتقد توفير وغيره. فاحنا بالبصره عندنا فقط هاي الخيارات، تاكسي واكسترا، يعني غيرهن ما عندنا. فاحتمال بالتحديثات الجايه ممكن يخلون خيارات غيرهن. فعندنا الخيار الثاني هنا، بعد ندخل على هاي العلامه البيت او القائمه الرئيسيه الفوق، نضغط عليها راح يطلع لنا الارباح، القائمه الرئيسيه، صندوق الوارد وغيرها. نروح على الارباح. هنا راح يطلع لك تشقد مشتغل خلال هذه الفتره من 26 يناير الى 2 فبراير. 48,000 هذا فلوسك اللي بعد الاستقطاعات كلها. الجو 284 هذا انا اطلبهم حاليا 284 او بالمحفظه عندي. اذا طلع سالب يعني مو يطلبوني، بس اذا طلع هيك موجب يعني انا عندي هاي الخيارات. نطلع على التفاصيل. هاي هنا التفاصيل يقول لك الاحصائيات، كم رحله انت ماخذ، 16 رحله، 41 ساعه مشتغل وغيرها من التفاصيل. اذا تريد تضغط على هذني مثلا هذا اليوم يوم 29، يوم 30، فراح يطلع لك. ننزل بعد لي جوا حتى نشوف التفاصيل كامله. هنا يقول لك اطلع على ملخص الدخل، يعني كل الرحلات اللي انت مشتغلها راح يطلع لك هنا بتفاصيل كامله، مثلا ايش قد مشتغل، السعر مالتها، الكيلومتر، كلها من اول يوم ما اشتغلت، الالغاء وغيرها، والمكافآت اللي جتك وغيرها راح تلقاها كلها هنا بهذا المكان. يعني مو المكافآت وانما يعني ارباحك او شغلك خلال المده اللي هم محدديها، فكلها راح تلقاها بهذا المكان. مثل ما تشوفون كلها تلقاها بهذا المكان. اما بالنسبه للتحويلات، مثلا اذا انت صار عندك فلوس بالمحفظات اللي تحولها على الكي كارد مالتك، طبعا لازم تستخدم كي كارد فقط بالتحويلات من محفظتك اللي باوبر الى محفظتك. هسه مثلا تحويل الربح والمزيد، شلون تحولها؟ لازم عندك كي كارد، والكي كارد فقط تحول ارباحك من المحفظه مالت اوبر الى الكي كارد. يعني بس اذا تريد تسدد ديونك تسددها عن طريق هسه مثلا شوفوا هسه هنا، اذا تسوي مثلا تخلي طريقه تحصيل الاجره، هاي هنا لازم كي كارد. شوفوا عندي حاليا انا كي كارد مخلي، طبعا رقم التليفون نفسه اللي سويت بيه كي كارد لازم تخليه هنا. اما اذا انت مثلا عندك ديون بالمحفظه وتريد تسددها عن طريق الزين كاش فقط، يعني تاخذ ارباحك عن طريق الكي كارد وتسدد الديون عليك عن طريق الزين كاش. يعني هم ما اعرف ليش مخلين هيك شيء تعقيد، المفروض كلها على الكي كارد وافضها. فهنا يقول لك اذا تريد تحول ارباحك، يعني هاي كلها بشوف مكتوب لا تتوفر ميزه تحويل الدخل لحسابك في الوقت الحالي. يعني لحد الان هم اصلا الشركه تقول لك ما توفر اي شيء من هاي الميزات، فان شاء الله بالتحديثات الجديده ممكن يخلوها. وبالنسبه اذا تريد تعرف استقطاعاتك من الرحلات، بتروح على عرض الكل اللي على جهه اليسار بالنص،
تروح عليها راح تعرف ايش قد استقطعوا من الاجراء. يعني هسه مثلا عندي حاليا شوفوا هاي الرحلات مثلا ناقص 617، هاي من وحده من الرحلات. انت بعد راح تعرفها من الوقت، او بس تدخل عليها راح تعرف ايش قد استقطعوا من الاجراء مالتك، وراح تعرف انت النسبه مالتهم ايش قد يستقطعوها. خلينا نروح بعد للخيارات الباقيه. طبعا جو هنا مثلا صندوق الوارد، صندوق الوارد اي اشعارات تجيك من الشركه او رسائل تجيك تحذيرات او تبليغات غيرها راح تلقاها هنا. وبالنسبه للدعم نفس الشيء، هم اذا راسلك الدعم فراح تلقاه بهذا المكان. طبعا احنا شوي راح نشوف باقي الخيارات. مثلا القائمه هنا راح يعني معلوماتك الخاصه، مثلا دعوه اصدقاء، الفرص، الدعوه هنا تقدر تسوي دعوه على اساس انه المفروض انت يعطوك 25,000 دعوه لاصدقاء كل مستخدم جديد، بس هم ما متوفره حاليا بالعراق. يعني ليش قلت لكم دائما بالبدايه قلت لكم بالفيديو انه اكو يختلف العراق عن غير مكان. المحفظه مالتك هستونا احنا اللي سويناه، يعني شفنا شلون محفظه وشلون تريد تحول وغيرها، هاي هم طلعنا عليها يعني ما يحتاج كل ساعه نعيدها. وعندنا بعد الحساب مالتك هنا، انت بعد تطلع على الحساب شنو يعني التفاصيل مالت الحساب، مستندات الدفع غيرها، هاي انت بعد تطلع عليها يعني شغلات كلها بسيطه. وهنا بس حبيت اذكر انه هاي الفيديو صورته باوقات مختلفه يعني بايام مختلفه هم، فخاف تشوفون هذا الفوق السعر كل ساعه يختلف. طبعا هذا رقم الفوق رقم ارباحك اليوميه، يعني بعد ما يستقطعون نسبتهم ويستقطعون كل شيء ربحك اليومي راح يصير هنا فوق، حتى تعرف ايش قد اليوم مثلا ربحت او اشتغلت. فراح تشوفون الفيديو مثلا الرقم هذا يختلف من فيديو لفيديو، او العفو من دقيقه لدقيقه. انا بس حبيت انه اجمع لكم فيديوهات هواي واختصر لكم اياها كلها بفيديو واحد حتى تعرفون شلون تشتغلون على تطبيق اوبر. فهسه خلينا ننتقل على الرحلات، شلون ناخذ رحله وشلون نقبلها، وشلون اذا كانت رحله ملغيه او كانت رحله دفع الكتروني او دفع عن طريق الكاش. اول ما تجينا رحله راح تبين عندنا من هذا الاشعار، سمعوا هذا الاشعار او شوفوا قبالكم راح يبين عندكم اجت رحله. هنا بعد ما ضغطنا موافق طبعا هنا اجتنا الرحله. المو حلو انه ما راح يطلع لك الوجهه وين، ويطلع لك الشخص ايش قد الرحله مالته ايش قد سعرها. فانت مثلا ما عجبتك هاي الرحله تريد تلغيها، طبعا الشخص اسمه كريم او مكتوب حتى راكب من تطبيق كريم، لان هم طالب من تطبيق كريم على اوبر. تريد تلغي هاي الرحله ما عجبتك، تضغط على الاسم نفسه وتضغط بعدها على النزول. هاي النزول هنا راح يعطيك شنو انت سبب تريد تلغي الرحله. هاي هنا كاتب لك الاسباب كلها، انت اضغط اي سبب يعجبك، يعني مثلا مزيد من المشاكل، مشكله متعلقه بلا. فهنا بعد المزيد من المشاكل يقول لك لا شيء من هذا المذكور، فتسوي تضغط عليه وتضغط الغاء المشوار، راح يلغي عندك المشوار. هذا هسه الغاء عندي المشوار يعني. والحلو انه ايش قد ما تريد تلغي عادي ماكو مشكله، يعني مو كان كريم 4 وبعد ما تقدر. هنا ايش قد ما تريد تلغي، عسى ما تلغي 10، فلحد الان ماكو مشكله. هسه عندنا هاي الرحله الثانيه، طبعا غير الرحله المساء احنا لغيناها. هاي الرحله الثانيه باسم حسين. هنا يقول لك شوفوا هنا يقول لك الخرائط. طبعا الخرائط تقدر تتحول على خرائط ويز او خرائط الجوجل عن طريق استخدام نظام التوجيهات. انت شنو مخلي التطبيق اللي مثلا الاساسي بالجهاز او الاساسي بالتطبيق مخليه على الضبط. طبعا تروح على الضبط تخلي ويز يطلع لك ويز، تخلي الجوجل ماب يطلع لك جوجل ماب. فهنا حتى هو اصلا الاوبر ينطيك الخريطه يقول لك هو في بفلان مكان. طبعا اكو حالات الغاء ساعات تصير، مثلا توصل للزبون وانت ما منتبه وتلقاه انه يعني صوت كلش ناصي يطلع لك اثناء الغاء الرحله، مو مثل كريم يعني يبين عندك صوت عالي. فهنا اوبر صوت ناصي كلش بالغاء الرحله. يعني هسه راح يبين عندكم بالفيديو صوت شوي عالي، بس هو يعني تتفاجئ بعدين انت اذا يعني شوي شارع هوسه فراح تتفاجئ انه الرحله لغت وانت ما تدري. فدائما كنت تنتبه انه الرحله ما ملغي، يعني كل ساعه حول على تطبيق الاوبر شوف ان الزبون، لان انا يعني صارت عندي هذا الشيء ورحت وصلت للزبون وبعدين شفت التطبيق لقيت هو لغى الرحله. هسه شوفوا مثل هاي الرحله حتلغي مثلا، شوفوا الزبون الغى راكب المشوار. طبعا الصوت كلش خفيف، يعني مبين عندكم الصوت شوي قوي لكن هو الصوت كلش خفيف بالحقيقه وما يبين، فلازم تنتبه انه الزبون اذا الغى الرحله. هسه احنا شلون احنا مثلا ننهي الرحله ونخلي الفلوس بالتطبيق. طبعا راح تشوفون الاسماء تختلف لان قلت لكم فيديوهات مختلفه. شلون هسه احنا مثلا نهينا الرحله وراح نخلي الفلوس اللي طانيها الزبون. شوف راح نسوي تحصيل مدفوعات. هاي بعد انتهاء الرحله راح نسوي تحصيل مدفوعات. انت طاك الزبون ايش قد 3000 مبلغ اخر، اذا مبلغ اخر خليه مبلغ اخر 3087 خلي 87. انا طبعا اعطاني 3000 فماكو لازم اخلي مبلغ اخر، دست على مبلغ اخر. هسه راح تشوفون مبلغ اخر دست عليه لان ماكو 3087
فيا اما تسوي تاخذ 3000 ربع يا اما مبلغ اخر. فانا اخذت مبلغ، خليت مبلغ اخر. شوف اذا اضيف 3000 يقول لي لا هذا غلط، وانه يرجع ابلاغ الفريق الدعم. فنرجع مره ثانيه ونسوي 3000 واعتقد 78، ما اتذكر والله، خلي اشوف ايش قد 3000 ويمكن 78 اعتقد، اي 87 او 87. تمام اوكي، تسوي تودي هذا السهم على اتجاه يسار. تمام، قيم الزبون هذا هو. تمام، هسه حاليا كل الامور تمام، لان انت دخلت نفس الرقم. او اذا انطاك مثلا 3000 ونص دخل 3000 ونص، انطاك 4000 دخل 4000، اذا ما هو قال لك اخذ الباقي لك. هاي هنا هسه طلع لي صافي الرحله، ومو احنا اخذنا 3778، طلع لي هذا صافي الرحله الخاص بي انا بعد الاستقطاعات كلها. الشغله الحلوه بهذا التطبيق انه هو التطبيق راح يبلغ الزبون انه انت وصلت، يعني ما يحتاج مثل كريم قبل كنا نسوي لقد وصلت، اعتقد ما يمكن اتذكر لقد وصلت نسوي. فهنا التطبيق هو بوحده تلقائيا راح يقول للزبون انه الكابتن وصل. هسه شوفوا راح يقول له تم ابلاغ الراكب انه الكابتن وصل. والحلو انه راح يقول لك المشوار يا اما مدفوع نقدا يا اما مدفوع عن طريق الاونلاين، او انتم يعني ما تستلم فلوس منه. فهاي من الشغله الحلوه اللي موجوده بهذا التطبيق، راح يبلغك انه يا اما الرحله تكون مدفوعه نقدا او ما مدفوعه نقدا، انه هو دافع عن طريق الفيزا كارت او الماستر كارت. فسهو بلغ الزبون انه كابتن وصل. طبعا 5 دقائق وتقدر تلغيها، وراح اقول لكم ايش قد راح تقدر تحصل بعد 5 دقائق. اذا ما اجاك الزبون راح ينطوك يفرضون على الزبون غرامه وينطوك اياها. بالنسبه للغرامات للكابتن، يعني على الزبون للكابتن، فهذا الزبون انتظرته تقريبا 5 دقائق وما اجى الزبون. فهنا اضطريت انه انا الغي الرحله. طبعا ايش قد انطوني من لغايه الرحله؟ انطوني 1000 دينار على الانتظار لمده 5 دقائق. فانت احسب 5 دقائق، اذا ما اجاك الزبون تقدر تلغي. هسه انا هذا الزبون راح الغي الرحله مالته، وراح ينطوني راح ينطوني 1000 دينار حسب الوقت اللي انت انتظرت به. فهسه خلينا نلغي الرحله. طبعا انا بلغته واتصلت عليه، وهو اصلا ما جاوبني لانه حتى رقمه ما يشتغل. اعتقد هو من غير الدوله، يمكن رقمه ما يشتغل. وكتبت له لقد وصلت من يعني تقريبا 5 دقائق او اكثر، كتبت له لقد وصلت، وهو الزبون نهائيا ما رد علي ولا اتصل علي اصلا. فقررت انه انا الغي الرحله حتى نشوف ايش قد ينطوني. وبالفعل انطوني 1000 دينار على الغاء هاي الرحله. شوفوا هسه راح الغي الرحله. هنا راح اكتب من نزول، اكتب الغاء الرحله. شنو السبب؟ انه الزبون ما اجى، لم يحضر الزبون. الغاء المشوار. افرض رسوما على الراكب. انا حاط طبعا علامه افرض رسوم على الراكب، لان هذا حقي. انا انتظرت 5 دقائق والزبون ما اجى. فهذا الزبون شوي يخلي كرامه للكابتن يعني، ويقول له انه انت انتظرت 5 دقائق ولك حق تاخذ 1000 دينار من الزبون اذا ما اجى واذا ضربك بوري. فخلينا نروح نشوف ايش قد قص من الزبون حتى راويكم ايش قد. طبعا بنروح على الارباح ونروح على اطلع على التفاصيل. خلينا نشوف وين اطلع على التفاصيل، هاي موجوده. فطبعا جتني رحله ثانيه بس راحت هاي. فالمهم اعطوني انا 1000 دينار على هذا وقت الانتظار لمده 5 دقائق. فهذا كل شيء عن تطبيق اوبر. يعني ان شاء الله ما نسيت شيء. اذا عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه لا تبخلون علينا، تشتركون بالقناه وتضغطون لايك. وان شاء الله اي شيء اي اسئله اشوفها بالتعليقات راح ارد عليها عن طريق فيديو او عن طريق التعليقات نفسها. فيا شباب اللي عنده شيء خليه يكتب بالتعليقات، او اي سؤال يكتبه بالتعليقات وان شاء الله اجاوبكم عليه. مع السلامه.